لو زهقتِ من الأكل التقليدي وبتدوّري على طعم أحلى فراخ مشوية في البيت، يبقى الفيديو ده عشانِك. هاقول لِك على أسرع طريقة عمل فراخ مشوية بتتبيلة فراخ سرية طرية وjuicy من جوّه ومتحمّرة صح، مع أحلى رز بسمتي فاخر والبهارات المضبوطة اللي هيخلّي السفرة حكاية. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. جهّزي ورقة وقلم ويالّا بينا نشوف هنعمل إزاي السر ده مع بعض. جِبت فرخة ودي وزنها 2 كيلو ونُص يا جماعة، مسكتها تحت الحنفية كده نضّفتها وشِلت القطعة دي مهمة جدًا بيبقى فيها الأدوية، ومسكتها كده حوالين الرقبة شِلت كل الجلود، ومسكتها كده شقّقتها وفتحتها كده من الضهر بالطريقة دي، شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ نضيفة وزي الفل. جِبت طبق كده مليته مَيّة ونزلت فيه دلوقتي معايا معلقتين ملح هانزل بيهم، ومعايا معلقتين خل، ومعايا معلقتين سُكّر، ونزلت فيها دلوقتي بعود قرفة خشب، ورق لوري، حبة زعتر، عاوزة تحطّي فلفل أسمر مش مشكلة، كل الحاجات دي بتشيل كل الزفارة من الفراخ. دوّبي بقى كل المكونات دي مع بعضها، ممكن يا جماعة بدل الخل تنزلي بليمون أفضل بكتير. يالّا ننقعها بقى كده شوية وهنسيبها كده حوالي ساعة في محلول النقع دوّة ونرجع لكم تاني. يالّا بينا نعمل أحلى تتبيلة تقدري تعمليها في الخلاط أو في الكبة. هننزل دلوقتي معايا قطيتين، طبعًا أنا مسكتهم قشّرتهم الأول وبشرتهم بالطريقة دي. هانزل دلوقتي ببصلتين برضه فرماهم بالطريقة ديّة، شايفين يا جماعة أحمر بقى أبيض مش مشكلة، ومعايا دلوقتي 7 فصوص توم هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي هننزل بقى بعصير ليمون حوالي ربع كوباية كده، وهانزل دلوقتي بمعلقة صلصة كبيرة هتدّينا طعم في منتهى الجمال وريحة، ومعايا دلوقتي معلقتين مسترد هانزل بيهم. شايفين الجمال والعظمة دي؟ تتبيلة خطيرة وفي منتهى الروعة. ومعايا دلوقتي زيت حوالي كده 3، 4 معالق، ومعايا دلوقتي التوابل الخطيرة دي بقى، معايا معلقة ملح، ومعلقة بابريكا، معلقة كزبرة، ومعانا مرقة دجاج، ومعلقة كمون. هننزل بقى بالتوابل الجميلة دي، دي التوابل الناعمة معانا. شايفين يا جماعة خطيرة. ننزل بقى بالتوابل اللي هي نُص معلقة، معايا دلوقتي نُص معلقة كاري، نُص معلقة كركم، نُص معلقة زعتر، نُص معلقة روزماري، نُص معلقة قرفة هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي ربع معلقة جنزبيل، ومعانا رشة جوز الطيب الخطيرة دي، هننزل بيها كده. عاوزة تستغني عنها ما فيش مشكلة، بس بتفرق في الطعم يا جماعة. نبتدي بقى نخلط كل التوابل دي مع بعض بالطريقة دي. شايفين يا جماعة جبنا الفرخة كده وتحت الجلد شققتها كده عشان تخش معانا التتبيلة فيها وتدّيها طعم في منتهى الروعة. هننزل بقى بالتتبيلة بالطريقة دي وتعملي تدليك كده للفرخة من تحت الجلد ومن فوق ومن جوّه ومن برّه، تخلّي كل التتبيلة تتوزّع على الفرخة كويس جدًا، عشان يبقى طعمها كلّه كده في منتهى الروعة. شايفين يا جماعة شكل التتبيلة عامل إزاي؟ نقلبها بقى على الجنب التاني، شايفين يا جماعة نضيفة من جوّه إزاي؟ شيلي كل أي زوايد فيها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. ننزل بقى كده بالتتبيلة، سيبنا جزء بسيط كده هنسيبه على جنب هاقول لكم هنعمل بيه إيه. يالّا وزّعي بقى كده في الجوانب وخلّيها تتشرّب كده، شايفين يا جماعة خطيرة والله، اعمليها مش هتندمي. تقدري تعمليها في دبابيس، تقدري تعمليها في أجنحة، جميلة وخطيرة في منتهى الروعة. أهي، شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ يالّا بينا دلوقتي بعد ما تبّلناها بالطريقة الجميلة دي، هاغطّيها بقى دلوقتي بالستريتش راب وأدخّلها التلاجة على الأقل ليلة. لو مستعجلة عليها تقدري 3، 4 ساعات عشان النتيجة تبقى معاكِ في منتهى الروعة. معانا بقى الصينية الجميلة ديّة ويالّا بينا دلوقتي نشوف هنعمل إيه. هنجيب دلوقتي معانا بصلتين مقطعينهم جوانح كده، معانا جزر، معانا فلفل، الكمية اللي أنتِ عايزاها بقى، ومعانا دلوقتي بطاطس برضه الكمية اللي أنتِ عايزاها، اغسليها كده بقى ونقعيها في مَيّة وملح وابدئي انزلي بيها، بس حاولي تخلّي الشرايح شايفين يا جماعة ما تخلّيهاش رقيقة أوي عشان ما تتهريش منِّك، إحنا عارفين الفرخة هتقعد في الفرن مش أقل من ساعة، ساعة ونُص، فلازم البطاطس تكون كده بالحجم دوّة عشان ما تتهريش منِّك. قلّبي بقى كل الخضار دوّة مع بعض، ومعانا بقى فاكرين التتبيلة اللي إحنا شِلناها دي بقى يا جماعة، هننزل كده بحوالي إيه 4، 5 معالق منها كده، ونبتدي كده نغلِّف كل الخضار دوّة بيها، ادعكيه بيها بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكل الخضار عامل إزاي؟ تخيّلي بقى النتيجة بعد الفرخة بقى ما تستوي عليه، حاجة جميلة وخطيرة وفي منتهى الجمال. وزّعي بقى الخضار كلّه كده في الصينية، كده فرشة بنعملها للإيه، للفرخة المشوية بقى اللي هتطلع معانا في منتهى الجمال. حطّيها بقى كده بالطريقة دي، شايفين يا جماعة النتيجة هتطلع في منتهى الروعة. يالّا بقى دلوقتي معانا ربع كوباية مَيّة هننزل بيها عشان تبقى كده الخضار اللي تحت فيه صوص جميل كده تقدري تاكلي بيه الرز. هنغطي بقى بورق زبدة وعليه ورق فويل بالطريقة دي. قفّلي بس كويس جدًا يا جماعة عشان تكتمي البخار اللي هيطلع من الفرن يسوي لِك الحاجة في منتهى الجمال. قفّلي كده بالطريقة دي، شايفين يا جماعة؟ ودلوقتي بعد ما قفّلناها هندخّلها الفرن على أعلى درجة عندِك، هتقعد معانا حوالي ساعة ونُص، وبعد كده هتشغّلي الشواية ثواني كده،
وبعد كده نشوف الجمال والعظمة دي مع بعض. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله لونها عامل إزاي، والبطاطس لونها خطير إزاي، حاجة جميلة وسهلة وفي منتهى الجمال. شايفين البطاطس ولا مهرية ولا فيها حاجة خالص، مستوية معانا وطعمها في منتهى الروعة. صدقوني يا جماعة مش هتندموا لو جربتوها، خطيرة وتعمليها جنب شوية رز. شايفين الجزر كل حاجة فيها جميلة. يلا اعمليها بقى وقولي لي ايه رأيك فيها. يلا بينا مع بعض نعمل شوية رز بسمتي كده في منتهى الروعة. معانا معلقتين زيت على معلقتين سمنة هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي بصلاية مقطعها قطع صغيرة بالطريقة دي، ونبتدي بقى نشوح كويس جدا لحد ما البصلة تدبل معانا وريحتها تطلع بالطريقة دي. قلبي كده يا جماعة، هتعملي شوية رز تاكليهم جنب الفراخ، حاجة في منتهى الروعة. بعد ما شوحنا البصلة بالطريقة دي ننزل بقى بالتوابل السليمة، واحدة لومي، واحدة قرفة، ورق لورا هننزل بيه كده اهوت، ومعانا دلوقتي حبهان كام فص كده 3 4، ومعانا كام فص برده كده قرنفل هننزل بيه سليم. كل ده بعد ما نسوي الرز هنشيله طبعا. نبتدي نشوح كده لحد ما ريحة التوابل دي تطلع معانا وتدينا ريحة في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة حمصيها كده مع البصلاية، فعلا النتيجة بتكون جميلة جدا. شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعة؟ كل البصلة شربت من التوابل دي والريحة في منتهى الروعة. معايا طماطمية كده مسكتها بشرتها وشلت القشر بتاعها خالص، تقدري تعمليها مكعبات صغيرة خالص مفيش أي مشكلة خالص، النتيجة واحدة. شوحي كده تقدري تعملي نفس اللي احنا عاملينه دوت في الرز المصري، بس هتقللي فيه المادة السائلة شوية. هنسيبها بقى تتسبك كده معانا شوية. شايفين يا جماعة البخار ده كله المية اللي في القوطة بتطلع. يلا بينا دلوقتي بعد ما سبكناها بالطريقة دي، معانا نص معلقة كركم، ونص معلقة كاري، ومعانا مكعب مرق الدجاج، ومعانا دلوقتي معلقة صغيرة ملح. هننزل بيهم كده اهوت. طبعا احنا مش مكترين الملح عشان معانا مرق الدجاج. نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما ريحتها كده تطلع وتتجانس كلها مع بعض. شايفين الجمال والعظمة يا جماعة؟ والله هتطلعي شوية رز في منتهى الروعة. يلا بينا دلوقتي بعد ما شوحناها بالطريقة دي، معانا كوبايتين رز بسمتي غسلينهم كويس تحت الحنفية، وبعد كده نقعناهم نص ساعة أو ساعة بالكتير يا جماعة. نبتدي ننزل بيهم كده على الخلطة الجميلة اللي احنا عاملينها مع بعض، هتطلعي شوية رز في منتهى الروعة. نبتدي نشوح كده مع بعض. شايفين الجمال والعظمة ده؟ هتطلعي شوية رز عسل عسل عسل. كل اللي هياكلهم هيشكرك من جمالهم يا جماعة، بالتتبيلة والتوابل اللي احنا حاطينها الخطيرة دي. قلبي بقى بالطريقة ديت، خليه يا دوبك كده يختلطوا. طبعا احنا عارفين الرز البسمتي ما بيتقلبش كتير، بس احنا نقلبه تقليبه بسيطه لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ معانا دلوقتي 3 كوبايات ميه مغليه هننزل بيهم. احنا عارفين ان كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايه ونص ميه، والميه المغليه افضل يا جماعه. اديها تقلبتين كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه كل المكونات السليمه التوابل السليمه طلعت على الوش ازاي؟ ودي خطوه مهمه هتشيليها بعد ما تستوي. يلا نغطيها بقى ودقيقتين كده وتهدي النار عليها. هيقعد معانا ربع ساعه وهيطلع معانا احلى شويه رز هتاكليهم في الدنيا دي كلها. يلا بينا دلوقتي. شايفين الرز شكله عامل ازاي بعد ما استوى؟ مفلفل وخطير وفي منتهى الجمال. طبعا زي ما اتفقنا كل التوابل السليمه بتشيليها بالطريقه دي. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه دي؟ طلعتي احلى شويه رز. شوفي بتشتريهم من بره الطبق قد كده بكام، اعملي في بيتك حله قد كده واكلي الاسره كلها، حاجه جميله وفي منتهى الروعه. شايفين الفرخه بقى المشويه اللي حطيناها؟ شوفوا بقى على السفره بقى الجمال والعظمه ده قدام ضيوفك كده، لو عندك حد وقدام ولادك هيشكروكي على الجمال والعظمه بدل ما يشتروه من بره. شوفوا يا جماعه الجمال والعظمه، والفراخ مستويه خالص ازاي وطالعه معانا في منتهى الروعه. شوفوا حاجه زي كده بتشتروا الجزء منها بكام. شايفين الرز مفلفل وعامل ازاي؟ حاجه خطيره وفي منتهى الجمال. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة، بس وصفاتنا لسه ما خلصتش. جربوا طريقة الفراخ المشوية بالتتبيلة الرهيبة دي مع الرز البسمتي الفاخر، واكتبوا لي في الكومنتات طعمها طلع عامل ازاي معاكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير علشان بيفرق معايا جدا وبيخليني اقدر اقدم لكم وصفات تانية كتير. وبالهنا والشفا على قلوبكم في وصفة جديدة أحلى وأحلى. سلام عليكم.